النهارده هنتكلم عن 7 حاجات اوعى تعملهم وانت في الجامعه. الكلام ده مش كلام وخلاص، دي خلاصه التجارب. انا اتخرجت الحمد لله. تعالى اقول لك الزتونه او الخلاصه. اول حاجه اوعى تعملها هو الارتباط. بجد ارتباط الجامعه حاجه لا تحتمل، فاوعي ترتبطي وانت في الجامعه، صدقيني يعني هو كده كده حرام، دي حاجه مفروغ منها يعني. بس الحاجه التانية المفاجاه، انتوا مش هتكملوا، صدقيني مش هتكملوا. يعني هو لسه بياخد مصروف من اهله، وحتى لو بيشتغل فهو شغله يا دوب مكفي مصاريفه الشخصيه، ففكره بقى ان هو يتجوزك والكلام ده مش هيحصل ومش هيعرف. وغير ان هو مش هيحصل ومش هيعرف، هو انتوا الاتنين مع الوقت فكركم بيتغير، متطلباتكم بتتغير، انتي متطلباتك في شريك حياتك هيتغير وهو متطلباته في شريكة حياته هتتغير. فضمن قصرها كده وقضوا فترة الجامعة بسلام، يعني مش عايزين نعرف، فاهمين؟ ده غير طبعا ان هو بيشغلكوا عن الدراسة، وهتلاقيكي شايلة 3 مواد وانت شايلة 4 مواد، وبتنزلوا تتقابلوا في السمر كورس ومش هتستفادوا حاجه خالص وانتوا سهرانين لحد الساعه 2 بالليل. غير ان انت هيجيلك هالات، انتوا هتصحوا مش طايقين بعض ومش طايقين نفسكم ومش طايقين الدكتور ومش طايقين الجامعه ومش طايقين الحياه بالليل. فصدقوني موضوع الارتباط ده في فتره الجامعه ملوش اي تلاته لازمه. استمتعوا يا جماعه، عيشوا سنكم، عيشوا حياتكم في الوقت ده، اجلوا الموضوع. يعني موضوع الارتباط مش هيطير، هترتبطوا والله يا جماعه وهتتجوزوا وكل حاجه، بس مش وقت. تاني حاجه معانا وهي الصحاب. مش اول ناس هتقعد معاهم هم دول صحابك، مش اول شله انت هتقابلها في الجامعه هم دول صحابك. اول ما تقابل شله خلاص تروح تحكي لهم اسرارك من سنه 90 لحد دلوقتي، لازم خالص ان هم يعرفوا انجازاتكم في البيت وانتوا بتحدفوا الشباشب على بعض، او ان باباكوا سايب البيت عشان عايز يطلق مامتك، ملهاش اي تلاته لازمه. لازم نروح نحكي اسرارنا لكل الناس، وده غالبا في البنات اكتر، لان البنات بنحب نحكي لبعض، بنحب نفضفض. فمش اول شله تقابليهم تروحي تحكي كل حاجه، لانك ما تعرفيهمش كويس. ممكن يكون حد فيهم مش كويس وهيروح يسيح لك، وتاني يوم هتلاقي العميد عارف الموضوع اللي انت حكيتيه امبارح. مش صحاب، هتلاقي العميد مش الصحاب بس. عم محمد بتاع الامن بره هتلاقيه عارف كل حاجه، عم عبده بتاع الفول نفس الكلام. نحتفظ باسرارنا لنفسنا، ولما نلاقي بجد شخص كويس فعلا كويس، عشنا مع بعض مواقف وحصل حاجات كتير تثبت لك ان فعلا الشخص ده كويس، نبتدي نحكي اسرارنا ونقول كل اللي جوانا ونقول كل اللي مزعلنا وكل حاجه. بس مش اول حد نقابله ونروح نحكي له، لان غالبا مش هيكملوا معانا اساسا. اول شله بنتعرف عليها دي في الجامعه بنفتكر ان خلاص انا لقيت شله طارق كابو اللي انا هكمل معاها وخلاص احنا لايلو لايلو لا وهننبسط مع بعض. ده مش هيحصل ومش بيحصل. غالبا اول شله بنتعرف عليها اصلا ما بنكملش. من سنه تانية صدقوني هتشوفوا بعض في الكليه مش هتعرفوا بعض اصلا، لان بيحصل فيه تخصصات وكل واحد بنتقسم تاني في سنة تانية او في سنة تالتة على حسب جامعتك وعلى حسب كليتك. يعني كل واحد بيبقى في قسم مختلف، كل واحد مختار مواد مختلفة عن التاني، فغالبا انت هيبقى ليك صحاب وهم ليهم صحاب تانيين. فالمهم اهم حاجة في الجزئية دي ان انت تخلي اسرارك لنفسك، خلي تفاصيل حياتك لنفسك، يعرفوا بس عنك القشور، الحاجات العادية. مش لازم خالص ان هم يعرفوا ان خالك واكل ورث امك. ثالث حاجة ودي برضو من واقع خبرة، اوعى تصدق الشخص اللي عايش دور الضحية. صدقني هيجي حد كده يقول لك انا صحابي كلهم سابوني، صحابي كلهم باعوني، صحابي كلهم فرمطوني، صحابي المهم ان هم صحابه داسوا عليه. يعني هيجي حد يقول لك كده، صدقني غالبا مش صح، لان مش منطقي ان شلة فيها مثلا let's say 10 تنفار، ففي واحد طردوه بره الشلة، فمش طبيعي ان كل دول غلط والبني ادم ده هو الوحيد اللي صح. ما فيش ولا واحد من 10 عنده ضمير يقول يا جماعه الراجل ده اتظلم معانا او البنت دي اتظلمت معانا. مش منطقي يعني. مش اي حد يجي يقول لك صحابي داسوا عليا وصحابي عملوا وسووا فيا تروح تصدقه زي الهبل وتقول يا عيني ده غلبان، لان صدقني هتيجي منه هو. طعمه اللي في قلبك هتيجي منه هو او في قلبك، يعني ايا كان. بلاش نصدق الشخص اللي عايش دور الضحيه دايما، لان مفيش حد على طول ما عملش حاجه غلط. مش منطقي برضو، مستحيل. فلما تلاقي حد جاي يحكي لك المصايب اللي اصحابه عملوها فيه وهو ما عملش حاجه، ملاك، ما نروحش نصدق يعني. مش عايزين برضو كده. وممكن على فكره يكون برضو الشخص ده فعلا مظلوم، ويكون هو اتعرف على شله زباله وظلموه كل الكلام ده. بس برضو ما نسمعش من طرف واحد، نسمع من الطرفين. ولو انت حد فعلا شلتك توكسيك وصحابك بجد قرفينك في عيشتك، فدول مش صحابك ومش بيحبوك، فانت الاحسن ان انت في صمت تمشي، وربنا هيعوضك باللي احسن منهم، وربنا هيعوضك بالخير. بس انا بتكلم على الشخص اللي عايش دور الضحيه وهو اوريدي ممكن يكون يعني مبوظ اصلا نفسيه ال10 تنفار دول وعامل معاهم عمايل زي الزفت، وبعد كده يجي يقول انا مظلوم وانا 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 وانا. فما نحكمش من طرف واحد. رابع جزئيه هي شبه الجزئيه اللي قبلها شويه، وهو انك اوعى تعيش دور الضحيه بقى. يعني انت ما تصدقش اللي عايش دور الضحيه، وانت اوعى تقع في فخ ان انت تعيش في دور الضحيه. نفس برضو الكونسبت ان اكيد مش كل الناس اللي حواليك مشوا من فراغ، اكيد انت فيك حاجه. ما هو مش منطقي يا جماعه ان يكون ليك صحاب كتير وكلهم يمشوا لنفس السبب، فاهم قصدي؟ يعني لنفس السبب، كلهم عندهم نفس السبب اللي سابوك عشانه، فكده في
في مشكله ولازم تتحل، بدل ما نقعد نعيط ونصوت ونقول الناس دي وحشه، الناس دي ما قدرتنيش، الناس دي زباله. نشوف احنا ممكن يكون احنا كنا مقصرين معاهم، ممكن نكون احنا فعلا كنا وحشين واحنا مش واخدين بالنا. هو احنا مش ملايكه يا جماعه، ومفيش حد بيشوف نفسه وحش، مفيش حد بيشوف نفسه غلط. الصح بقى ان انت تشوف كده الموضوع من زاويه اخرى، وهتلاقي نفسك غلطت في حاجات وهتلاقي نفسك غلطان. يا عم مش عارف ايه غلطك او مش عارف تحدده، اسال حد انت بتثق فيه، اسال حد من صحابك انت بتحبه، بس ما يكونش مطبلاتي، لا اسال حد فعلا شخص هيقولك الحقيقه. يعني حد يكون بينصحك عشان عايزك تكون احسن، اساله وخد رايه. انت ليه مشيت؟ انت ليه بعدت؟ ليه كلهم سابوني؟ اسال، انت مش خسران حاجه. ممكن يكون فعلا انت عندك مشكله في شخصيتك او عندك مشكله اصلا عامه ومحتاج تحلها وانت مش عارف. وبرده ده مش ستاندرد، ده مش حاجه ثابته. ممكن تكون انت برده اللي في شله مش شبهك والناس اللي حواليك مش كويسين وانت فعلا مظلوم. ده بنعمل ايه؟ بنمشي. بكل بساطه انا قاعد وسط ناس مش شبهي، طبيعي ان احنا نمشي. انا بتكلم على ان انت تكون مع ناس هم فعلا كويسين قوي وكانوا كويسين معاك جدا 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 وعلاقتكم كانت كويسه، وفجاه الناس دي اتغيرت وبعدوا فجاه كلهم. مثلا حد اتغير ومشي، بتصادف طبعا، كلنا بنقابل ناس ساعات بتتغير وبتمشي. انا بتكلم على ان يكون الشله كلها او صحابك كلهم كانوا كويسين ومشوا كلهم لنفس السبب. يا ريت ندور جوه نفسنا ونعرف نفسنا اكتر عشان لو عندنا مشكله نحلها. خامس جزئيه معانا هو انك تقضي فتره الجامعه بالحب. يعني داخل زبادي خلاط، انت دول بيحضروا نحضر معاهم، دول بيخرجوا اخرج معاهم، دول بيتطوعوا اتطوع معاهم، اي حد رايح في اي حته فانت ماشي معاه. فده مش صح وده غلط، اوعى تعمل كده. اول ما تكون داخل جامعه معينه لازم تسيستم نفسك. ولو انت اوريدي في الجامعه، يعني لو انت اوريدي في كليه، فانت سيستم نفسك انت عايز ايه. لو انت عايز تتعين في الكليه فانت لازم تظبط الجي بي اي بتاعك وتعليه وتخليه في السقف وتطلع الاول على القارات والحاجات دي. فعشان تتعين انت باشا عايز تشتغل بشهادتك، فانت تعمل ايه؟ الجامعه انزل تدريبات تبع مجالك، انزل في مصانع تبع مجالك او شركات تبع مجالك، ايا كان الكارير اللي انت فيه يعني، وايا كان ايه كليتك، انزل الحاجه اللي هتفيدك فعلا قدام. لو انت عايز تشتغل مش مهم خالص التقدير، المهم ان انت تنجح وخلاص. اي نعم طبعا تكون عارف برضو عندك فكرة عن الجامعة، بس ما تكونش برضو مركز في ان انا هجيب امتياز ورمي التدريبات ورمي دنيتك الحياة العملية بره، لان الحياة العملية غير حياة الكلية خالص، والمعلومات اللي بره غير المعلومات اللي جوه. في تشابه بس مش كلها. يعني وانت بتاخد جوه الجامعه 20%، فاللي بره في 80% انت ما تعرفش عنه حاجه. لو انت اصلا اوريدي داخل الكليه وانت في دماغك حاجه تانية وعايز تشتغل في مجال تاني او عايز تفتح بيزنس او ايا كان، فانت تمام برضو عادي، انجح خلاص. المهم ان انت تعدي صافي، احضر الحاجات اللي تنجحك، ذاكر الحاجات اللي تنجحك، واعمل برضو جنب الكليه الحاجه اللي انت اوريدي عايز تبدا فيها. ما تقولش بعد ما اخلص ال4 سنين هبداها، لا، ابدا وانت في الكليه. طالما انت كده كده مش مهتم بالدراسه ومش مهتم بالحضور، تيجي تشتغل على الحاجات اللي انت عايزها من وانت في الكليه. ما تبقاش خارج كده لسه هتبتدي حياتك، لا، تكون سابق الايه اللي معاك، يعني تكون سابق زمايلك. الجزئيه هو انك ما تروحش الجامعه اصلا. يا جماعه صدقوني فتره الجامعه دي فتره تحفه، من احسن ايام حياتكم، وبجد ما تضيعوهوش. استمتعوا بكل لحظه، لان كل لحظه مش هترجع تاني، هي مره واحده بس. كل اللحظات دي مش هتتكرر، فصدقني استمتع بكل لحظه. هي مرحله بتيجي مره واحده بس. انزل مع اصحابك، لو مش هينزلوا نزلهم غصب، هاتهم من قفاهم كده ونزلهم غصب. في محاضرات احضر محاضرات، في سكاشن احضر سكاشن. رايحين تفطروا مع بعض، ما تقولش انا هفطر في البيت، لا، افطر معاهم. ممكن تجيب فطار من البيت وتفطر معاهم برضو، يعني مش لازم يعني تروح تشتري اكل من بره، لا، خد معاك لانش بوكس صغير كده، حط فيه اكلك واقعد كل معاهم، اقعدوا كلوا مع بعض. لو مالكش صحاب اعمل صحاب. اي بروجكت في الكليه نط فيه، اي برزنتيشن اعمله. لو انت حتى خايف ان انت تقوم وتقدم، اكسر خوفك واعمله، لانك صدقني مش هتجيلك الفرصه دي تاني. انت لما تشتغل وفي برزنتيشن هيتقدم في الشغل، انتوا مش هيسالوك انت خايف ولا مش خايف، انت هتقول يلا يلا قوم اعمل. في انترفيوز كمان اصلا بيبقى المطلوب ان انت تعمل برزنتيشن وتقوم تقدمه. فلو انت ما عندكش الحته دي، ما عندكش الملكه دي، انت هتضيع. لازم تتعلم ان انت تتكلم قدام الناس حتى لو انت خايف. مفيش حد ما بيخافش. اكسر خوفك واطلع من الكومفورت زون بتاعتك، بجد ما تفوتش ولا لحظه. اعمل كل حاجه واستمتع بالتجربه كامله. هي تجربه 4 سنين او 5 سنين على حسب كليتك، صدقني مش هتتكرر تاني. هي مرحلة بتيجي مرة واحدة بس، يا تستمتع بيها يا هتضيعها وهتندم ندم عمرك قدام. النقطة السابعة العكس بقى. اوعى تخلي الجامعة هي محور حياتك، ما تخليش الموضوع برضو يروح للاكستريم قوي. يعني انت ولا تكون مهملها ومكبر، ولا تكون برضو ما عندكش غيرها، يعني خلينا وسطيين. لازم برضو تعمل لنفسك حياة بره الجامعة. اذا كنت تاخد كورسز معينة، او اذا كنت بتشتغل، او اذا كنت بتعمل اي حاجة، اعمل لنفسك حياة بره. لازم تخلي ليك معارف، لازم تخلي ليك صحاب بره الجامعة، لازم تخلي ليك حياة عامة. عشان بجد انت لو علقت نفسك بالجامعة بس، او خليت هي الجامعة محور حياتك، انت اول ما هتتخرج هتلبس،
اول ما هتتخرج هتلبس في الحيط وهتتصدم بالواقع، ومش بعيد يجيلك ما بعد التخرج 3/4 الشعب المصري بيصاب بيه بعد التخرج، لان احنا بنتخرج من هنا وبنتصدم بالواقع الأليم. هتلاقي نفسك بلا حياة، وهتكتشف ان حياتك كلها ما كانش فيها غير الجامعة، ما كانش فيها غير صحاب الجامعة. الموضوع ده حصل مع ناس كتير قوي، فاوعى تكون واحد منهم. اعمل لنفسك حياة بره الجامعة، روح تدريبات، روح كورسات، اشتغلوا يا جماعة وقت الجامعة. الشغل وقت الجامعة بجد حاجة صح جدا، حتى لو شغلانة بسيطة، مش لازم تفحت نفسك 9 ساعات في اليوم يعني او 8 ساعات في اليوم. لو انت تقدر تشتغل بارت تايم 4 أو 5 ساعات او 6 ساعات في اليوم فده حلو جدا. مفيش بارت تايم ممكن تشتغل 8 ساعات عادي. برضو الشغل حاجة مفيدة وحاجة هتفيدك قدام، هتفيدك بعد ما تتخرج. ممكن برضو نبقى نعمل فيديو عن ازاي تلاقي شغل وانت في الجامعة، عشان الموضوع ده بيبقى صعب شويه مع الطلبه. المهم يعني ان انت ما تعلقش نفسك بالجامعه قوي كده. احضر محاضراتك، اخرج مع اصحابك، وظبط الدنيا وكل الكلام ده، بس برضو ما تخليش الجامعه هي محور حياتك. بس كده، انا هاجر منصور، ودي كانت نهايه حلقه النهارده. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وتكتبوا لي رايكم في الكومنتس. ولو حد عنده مواضيع معينه عايزين نتكلم فيها في الحلقات الجايه ممكن تكتبوا لي برضو في الكومنتس. شكرا جدا ليكم، باي باي.